نتواجد بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ثاني أيام الانتخابات بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. هذه سيارة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دريس الشقر، والذي دخل إلى مقر الحزب قبل ثوان. مرافقو الكاتب الأول للحزب امتنعوا عن إعطاء أي تصريح، مؤكدين أن الكاتب العام للحزب دريس الشقر طلب من جميع القياديين وطلب من جميع العاملين بهذا المقر بعدم الإدلاء بأي تصريح لرجال الصحافة. قيل أن هناك اجتماع سري بينه وبين الحبيب المالكي في هذه الأثناء، وأنه سيكون هناك اجتماع آخر مع عديد من القياديين بحزب الاتحاد الاشتراكي بعد النتائج المخيبة للأمل التي حققها الحزب خلال هذه الانتخابات. إذن أذكر أن دريس الشقر امتنع عن إعطاء أي تصريح للأيام 24 في هذه الأثناء. هذه سيارة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي. للأسف كنا نود أن نأخذ تصريح من عند الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لكن للأسف امتنع. أظن على أن النتائج المخيبة للآمال كانت وراء هذا الامتناع، لأن الحزب كان يمني النفس بالعودة إلى مصاف الأحزاب التي كانت في طليعة ترتيب الانتخابات على مر تاريخ المملكة المغربية.